بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا. النهاردة موضوعنا حساس جدا وبنمشي فيه على عرف بقى كأنه قرآن منزل، مع إنه لا من الدين ولا من الشرع. موضوعنا عن العروسة مش ملزمة تجيب إبرة لبيت العريس. يعني ببساطة كل ما يخص تأسيس البيت من الأساسيات لحد تفاصيله ده شرعا وحقا واجب العريس مش البنت وأهلها. لكن اللي حصل في مجتمعنا إننا قلبنا آية وبقينا شايفين إن أهل العروسة لازم يجيبوا نص البيت، وبقينا نعتبر ده واجب مش فضل. خلونا نبدأ بالشرع. في الإسلام المهر والنفقة وتجهيز البيت كله على العريس. البنت مش مطالبة تجيب حتى شنطة هدومها. النبي صلى الله عليه وسلم لما جوز بناته كان اللي بيجهز هو الزوج، يعني أصلا الشرع كل شيء على الراجل. طب إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن أهل العروسة بدفع المساعدة كانوا زمان بيحبوا يخففوا على العريس، فيجيبوا غسالة أو تلاجة أو حتى حاجات بسيطة زي ملايات وسجاد. كان ده كرم وتفضل من أهل البنت مش إلزام. لكن مع مرور الوقت العادة بقت فرض وكأنها قانون. المشكلة مش في إن أهل العروسة يساعدوا، دي حاجة حلوة لو جات من رضاهم، لكن المصيبة في إن أهل العريس أمه وإخواته بقوا يتشرطوا. بقى في جملة شهيرة: إحنا عايزين العروسة تجيب التلاجة أحسن ماركة، إحنا عايزين الأنتريه يكون مودرن مش كلاسيك، إحنا مش داخلين بيت فاضي. هو إيه ده؟ مين قال إن ده حقكم؟ ده لو بصينا للواقع المفروض أنتوا اللي تفرشوا البيت للبنت مش العكس. والكارثة الأكبر إنهم مش بس بيطلبوا، لأ، ده لما العروسة تجيب حاجة يستقلوا بيها. يعني لو جابت غسالة أو بوتاجاز يقولوا هي جابت أرخص نوع، ولو جابت جهاز متوسط يقولوا بنت فلان جابت أحسن. هو إيه المنطق في كده؟ إزاي يبقى الفضل كأنه واجب والهدايا كأنها دين في رقبتها؟ العرف ده خلى أهل بنات يدخلوا في ديون عشان يجهزوا بنتهم، أب يشيل قروض وأم تبيع ذهبها وأخ يوقف مستقبله بس علشان العروسة ما تتكسرش قدام الناس. والبنت نفسها بدل ما تفرح بيوم جوازها تبقى مهمومة إيه اللي ناقص، هيقولوا إيه علينا، مع إن الأصل إنها داخلة بيت جوزها مكرمة معززة. إحنا محتاجين نقف وقفة صريحة. يا أمهات العرسان، يا أخوات العرسان، بلاش تظلموا بنت الناس وتتعاملوا معاها كأنها ملزمة. انتي نفسك لو بنتك في نفس الموقف ترجي تتحمل فوق طاقتها؟ ليه البنت تتحمل ايه اللي مش عليها؟ وليه نحول الفضل للفرض والمساعدة العبء؟ بنت أهلها جابوا نص العزال ومع ذلك أهل العريس قالوا النقف مش عاجبنا. بنت جابت أجهزة المطبخ كاملة، قاموا قالوا فين الميكرويف؟ وفي الآخر تلاقي نفس العريس ده مش قادر يجيب مصاريف البيت بعد الجواز. طب هو أنت دخلت الجواز ليه أصلا لو مش قادر؟ الحقيقة البسيطة العروسة مش ملزمة تجيب حاجة. لو أهلها عايزين يساعدوا يبقى من باب الحب والكرم مش الإجبار. وأهل العريس لو شايفين نفسهم ولاد أصول يبطلوا الشروط اللي ملهاش أي أساس لا من الدين ولا من المنطق. الجواز مش سباق مين جاب أكتر، الجواز مشاركة، مودة ورحمة. وفي النهاية افهموا إن اللي على العريس هو اللي ربنا فرضه مش اللي الناس اخترعوه. العروسة مش ملزمة تجيب إبرة ومش لازم تتحول فرحتها لعبء وديون. اسأل نفسك دايما، هو مين